السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل خلطة التوفير العظيمة. هنعمل حوالي 10 لتر صابون ب22 جنيه وبس. بصوا بقى قوامه وجماله، عايزة اقول لكم ريحته تحفة. بصوا بقى شكل الصابون وتقله، وعايزة اقول لكم بيلمع الألمونيا جدا جدا، وريحته جميلة ولطيف جدا جدا على الايد كمان. بصوا ما شاء الله، كل الجردل ده عملناه ب22 جنيه وبس. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. وده كيس الخلطه اللي احنا هنعمل بيها الصابون النهارده. هي متوفره عند اي حد بيبيع منظفات، والاسم بتاعها ده بيتغير، يعني في انواع كتير جدا. بس النوع ده انا جبته قبل كده وكان جميل جدا برضو، بس كانش سعره كده بقى، كان ب15 جنيه، دلوقتي ب25، والراجل بيبيعها ب22، فهي هتعمل 8 لتر، فيعني تقريبا هيبقى اللتر واقف ب3 جنيه. بس اهم حاجه ان هي كويسه جدا، وانا جربتها كذا مره وحلوه قوي. بصوا دي طريقة الاستخدام، ان احنا بنفضي الكيسين اللي جوه وبندوبهم بقى بالمية، وبننزل تدريجي بالمية لحد ما يكون يعني القوام اللي احنا عايزينه. يعني عامة انا عملته قبل كده وزودته اكتر من 8 لتر مية. يلا بقى نجيب طبق او جردل او اي حاجة، ونبتدي ان احنا نفضي المكونات دي ونشوف بقى هنعمله ازاي. ده جردل حوالي 10 لتر. انا عامه هعمل الصابون وهغطيه، لان الجردل ده ليه غطا كويس، وهسيبه زي ما هو. حابه بقى ان انت تفضيه في جيركن، في ازايز، اللي يريحك. بس يعني انا مع تجربتي ان هو احسن. بصوا نوريكم شكل العلبه من جوه. دي شكل الاكياس، دي عباره عن بودره، ودي الخلطه، والكيس بقى خلاص مفيهوش حاجه. هنجيب بقى الجردل ونفضي الكيس بتاع البودره. ادي قصينا الكيس، بصوا لونه عامل ازاي، عامل زي العصير والله. دي بقى خلطة الصابون، بصوا سايلة من جوه، هنقصها برضو ونفضيها عليه. بصوا شكلها من جوه، بسم الله. المفروض بقى ان احنا نحط دي، نشطفها كده بحبة مية، ونقلب بقى الخليط ده. سيب بس الكيس من ايدي، انا مش متمالكه كده. انا ممكن ننزلها في الارض من على الترابيزه، هيكون اسهل. وهندوبهم كويس جدا. هو على فكره الجردل عشان في حاجه من النص هي اللي عامله كده في الطريقه. بصوا انا هجيب عصايه مقشه، عشان المعلقه كده خلاص مش هتنفع. ونبتدي بقى ان احنا نعمل الصابون، كل ما تقلبي فيه كل ما هيتقل معاكي. جبنا بقى عصايه المقشه، وهننزل بقى مفروض بالميه تدريجي. انا مجهزه هنا ازازه كبيره فيها حوالي 5 لتر ميه، وهننزل تدريجي لحد ما يتقل معانا. بسم الله، تدريجي تدريجي. والكيس اللي كان فيه الخامة انا شطفته، حطيت المية بتاعته في شفشق جنبي، هنزل بيها بقى. كفاية كده، لما نقلب دول نحط تاني باستمرار بقى التقليب. كل ما نقلب كل ما المكونات بتاعتنا هتتقل معانا، على طول بقى نقلب. اول ما احس ان هم ابتدوا يدوبوا انزل بالباقي، باقي المية يعني. بصوا عامة هو كاتبين عليه 8 لتر، بس هو بيعمل اكتر من 8 لتر، ولما بيتركن في الجردل بيتقل كمان، يعني هو يعمل 10 لتر كمان. عايزين ننزل بمية تاني. بسم الله. بصوا بقى الموضوع ده يحتاج 2 يعملوا الصابون، حد ينزل بالمية وحد يقلب.
والله احلى حاجه في الموضوع عصايه المقشه، يعني المعالق لا، المضرب لا، جربت كل حاجه. احلى حاجه عصايه المقشه. واحلى حاجه كمان لما تعمليه وتسيبيه في الجردل، عشان كل ما تيجي تاخدي منه تقلبيه، بيتقل معاكي تزودي ميه. احنا كده تقريبا حطينا حوالي 4 لتر ميه. بصوا ريحته تحفه، ليمون ليمون. ننزل بقى ببقيه كميه الميه. يلا حطها كلها مره واحده خلاص، وهنقلب شويه عشان الفيديو ما يكونش طويل. وحط كمان الميه اللي انا قلت لكم عليها بتاعه اللي انا شطفت بيها، اللهم صل على النبي، الكيس. حطها كلها. هنقلب بقى شويه وارجع اوريهولكم تاني. تقليب مستمر، وهننزل كمان بلتر ونص ميه. كده احنا حطينا حوالي، اللهم صل على النبي، حطينا 5، وادي لتر ونص، ونقول نص لتر كمان اللي احنا حطيناه شطفنا منه كيس، يبقى كام؟ يبقى 7. فاضل لنا لتر واحد. هو مكتوب على الكيس ان احنا المفروض بعد ما نقلبه كده نسيبه حوالي ساعة او ساعتين، الرغاوي دي ترتاح كده ويرتاح كده منظره وشكله والخامات بتاعته تتجانس مع بعض. فاحنا هنسيبه نقلبه شويه، وهنسيبه لما يهدى الرغاوي دي خالص. هرجع تاني اصورهولكم واوريكم شكله وقوامه وكل حاجه. بس بجد بجد هو حلو والله، باين على الرغوه بتاعته. عايزه اقول لكم ريحته تحفه تحفه. كده خلصنا 7 لتر، فاضل لنا لتر واحد. نقلب شويه وهنحط اللتر الباقي بالراحه عشان ما يتدلدق من الجردل. وارجع لكم تاني. بصوا كده بقالنا دقيقتين بنقلب. فاضل لنا لتر واحد ميه ننزل بيه بقى، ونقلب شويه ونسيبه ساعتين، وارجع اصوره لكم تاني. بس ما شاء الله الجردل اتملى. اقلبه بس دقيقتين كده، وبعد كده هسيبه يرتاح وهوريكم شكله في الاخر. وكده احنا وقفنا زي ما قلت لكم حوالي ساعه. وده شكل الصابون. بصوا هدي ازاي الرغاوي. خلاص كده مش هنقلب تاني، ونشيل بقى العصايه. بصوا بقى قوام الصابون. شيل العصايه. ولسه كمان لما هنسيبه في الجردل هيتقل عن كده كمان. ده شكل الصابون بعد ما خلص. بصوا بقى هو تقله كويس كده، لو حابه تخفيه عن كده تمام. وزي ما قلت لكم ان هو كل ما هيقعد كل ما هيتقل اكتر واكتر. نعبي بقى ازازه 2 اللي يريحنا. حابه تسيبيه في الجردل زي ما هو مفيش مشكله. احنا كده عملنا 10 لتر. بصوا كميه الجردل كل ده ب22 جنيه وبس. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نجرب الصابون. بصوا اهو الصابون احنا لسه عاملينه اهو. وقع مني. عامه انا ما عنديش مواعين، بس انا حابه اوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي. بصوا نقطه صغيره رغت قد ايه. الألمونيا جميل جدا جدا. هو عامة الاستانلس والإزاز بيلمع بسرعة. أهم حاجة إن هو بيرخي وما بيعملش أي حاجة في الإيد. بصوا تمام. يلا أقول لكم مع السلامة واستنونا في فيديوهات جديدة.